السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله هنتكلم فيه عن أو هنشرح فيه عدادات اللي موجودة عندي في التابلو. وناس كتيرة طبعا ما بتبقاش عارفة هي بتتكلم عن إيه. طبعا كلنا عارفين العدادين دولت، ده عداد الار بي ام بتاع قوة محرك العربية، وده عداد الكيلومترات بتاعي وانا ماشي، يعني بيعرفني انا ماشي على كام كيلو دلوقتي على السكة. طبعا اغلبنا عارفينهم. هنيجي هنا بقى للكلام اللي موجود في الشاشة اللي قدام مني ديت، وفي ناس كتير ما بتبقاش عارفاها. مبدئيا كده، لو انت مهتم بعالم اصلاح وصيانة السيارات وخصوصا لدى جرانتا، فان شاء الله هتشترك معانا هنا في القناة، لانك هتلاقي كل ما يخص لدى جرانتا من اصلاح وصيانة موجود عندنا هنا في صندوق الوصف. فان شاء الله تشتركوا معانا لانك عشان تستفاد من اللي قدمناه وباللي بنقدمه. هنبدأ كده. مبدئيا الزرار ده، الدراع ده اللي موجود اللي انا بشاور عليه ده، والزرارين اللي موجودين في دراع المساحات ده فوق وتحت دول، والدراع ده دولت بيتحكموا لي في الاعدادات اللي موجوده جوه هنا في الشاشه ديت. سواء عايز اظبط ساعه، سواء عايز اصفر العداد، عايز اقلب عشان اعرف الحاجات اللي موجوده جوه ديت، بقلب فيها من الدراع ده ومن الزرارين اللي موجودين في دراع المساحات. دول اللي بيتحكموا لي في اي حاجه هنا اهو. هنبدا كده. اول حاجه هنبدا هنضغط ضغطه فوق كده اهوت، فوق او تحت. هنضغط ضغطه كده فوق مثلا، هيديني الرقم اللي ظهر لي ده. ده طبعا انذار نقل الحركه. يعني انت مثلا مدي الاولاني وقرصت عليه، بيديك تنبيه يقول لك ادي التاني، يديك تنبيه يقول لك ادي التالت. ده اللي هو الرقم اللي ظهر دوت، ده تنبيه نقل الحركه. هنضغط ضغطه كمان على الزرار اللي في دراع المساحات، هيدينا رقم تاني اهو، 11 فولت، 11 ونص فولت. طبعا ده شحن البطاريه. هو المفروض طبعا، انا طبعا عشان راكن العربيه مش مدورها، انا لو دورتها كده هتعلى معايا كده لحد 13 اهي. وهو ده المفروض الشحن المظبوط للبطاريه بتاعت العربيه. هفصل كده تاني. فالرقم ده كده، ده بتاع شاحن البطاريه بتاعي، المفروض يبقى 13 فولت. ولو انت واقف ممكن يقل كده درجه او درجتين. اول ما بتمشي طبعا او بتدور العربيه زي ما عملنا، بيطلع ل 13 فولت. هنضغط ضغطه كمان على الزرار اللي في دراع المساحات، هيدينا طبعا هنا بيقول لك فاضل لك معاك بنزين قد ايه، يمشيك كام كيلو. معاك البنزين اللي معاك يمشيك كام كيلو. البنزين اللي موجود في العربيه حاليا بيقول لي يمشيك 42 كيلو. ده بالنسبه للرقم دوت. هنضغط ضغطه كمان على زرار المساحات، هيدينا 6.7 لتر كل 100 كيلو. بيقول لي ان عدد معدل استهلاك البنزين عندك بمعدل 6.7 لتر لكل 100 كيلو. طبعا ده معدل كويس جدا. لو المعدل ده لقيته عندك 10 ولا 11 ولا كده، يبقى انت عندك في مشكله موجوده في استهلاك البنزين. الرقم ده كده كويس. ولو لقيته 7 او لقيته 7 وشويه 8، طبعا حسب انت بتمشي على طرق سريعه ولا انا طبعا عشان بمشي على طرق سريعه كتير. لو بتمشي في طرق زحمه هتلاقيه يعني ممكن يوصل 7 او 8. لو وصل معاك ل 10 او عدى ال 10، يبقى معدل استهلاكك يعتبر كتير. هنضغط ضغطه كمان على زرار المساحات. طبعا 45 درجه دي درجه حراره المحرك، عشان دلوقتي حاليا واقف بالعربيه، فدرجه الحراره بتبقى كده. هنضغط ضغطه كمان. كده احنا خلاص خلصنا اغلب الحاجات اللي موجوده هنا. طبعا ده مؤشر البنزين. هنيجي بقى للزرار اللي هنا ده. احنا طبعا كل ده بنغيره من الزرار ده. الزرارين دول بنغير منهم الحاجات اللي انا كنت شغال فيها دلوقتي بشرحها اهو كده، اللي شرحناهم دلوقتي. هنيجي بقى للدراع ده، هنضغط عليه ضغطه كده، هيغير لي العداد ده. طبعا الرقم ده عدد الكيلومترات اللي انا مشيت عليها من ساعه ما اشتريت العربيه، وده مش بيتغير. هنضغط ضغطه كمان، هيديني 659 كيلو، 659 كيلو. ده العداد ده اللي انت ممكن تغيره، ممكن تصفره. ده عداد المسافه انت بتحتاجه لو انت مثلا بتغير تغيير زيت، ومحتاج عايز تعرف انت مشيت على الزيت ده قد ايه، او انت رايح مشوار طويل وعايز تعرف مثلا المشوار ده انت مش كام كيلو معاك. بتيجي عند العداد ده تصفره، وبيديك، وبعد ما تخلص مشوارك بتعرف انت مشيت قد ايه، اللي هو 659. بنصفروه ازاي؟ بنيجي هنا على الدراع ده ونضغط ضغطه مطوله اهو، صفر معايا كده. صفر معايا، ابدا امشي مشواري بقى. لا، عشان عايز اعرف انا مشيت قد ايه، او تغيير زيت مثلا عشان اعرف هغير الزيت.
ده بيعرفني، ده عداد المسافه اللي قلنا عليه، بيتغير بيتصفر من هنا. العداد التاني ده اللي انا من ساعه ما اشتريت العربيه مشيته ما بيتغيرش. هنيجي للساعه، عايزين نغير الساعه. الساعه برضو بتتغير منين؟ هاجي على الدراع ده وهضغط ضغطه مطوله، هلاحظ ان الساعه فوق ايه بدات تروح وتيجي. هاجي عند دراع المساحات ده وهطلع وانزل، هبص الاقي اهو في تغيير في الساعه اهو. اهو واحد بيغير لي الدقايق، وواحد بيغير لي الساعات. اهو اللي فوق مثلا الدقايق، واللي تحت بيغير لي الساعات. اهو هنلاقي الساعه بتتغير معايا. اظبطها طبعا على الضبط اللي انت عايزه، وبتسيبها هي هتثبت لوحدها. وهتثبت على كده، اهي ثبتت. ده بالنسبه لتغيير الساعه وبالنسبه لعداد الكيلومترات. هنشرح كده سريعا بما اننا بنشرح العدادات، مع اني كنت عايز اعملها في فيديو منفصل. هنتكلم عن اللمض اللي ظاهره قدام مني دلوقتي ديت. طبعا انا مشغل كونتاكت، انا مش مدور العربيه. المفروض اول ما بدور العربيه كل اللمض دي بتفصل، ولو في حاجه منهم ظهرت يبقى في مشكله في الحاجه اللي ظهرت دي. لكن عشان انا مشغل كونتاكت هم ظهروا. يعني جيت مثلا، ندور كده، دورت اهو، كله هيفصل ما عدا لمبه البنزين، عشان انا محتاج افول طبعا. طبعا انا لو مفول التفويل عندي كويس ما كانتش هتظهر اللمبه ديت. اي حاجه هتظهر من اللي كانت شغاله دلوقتي دي بعد ما ادور العربيه معناه ان في مشكله. في مشكله يعني دلوقتي عندي دلوقتي ظهرت دي، معناه ان في مشكله في البنزين، بيقول لي فول، انت محتاج تفول. دي بتظهر مع العلامه الثانيه، اخر علامتين بتظهر العلامه ديت. هنيجي نعمل كونتاكت تاني كده عشان تظهر معايا اللمض، نشرحها كده سريعا. دي طبعا دي علامه البطاريه. لو ظهرت معاك وانت مدور العربيه يبقى في مشكله في البطاريه او في شحن البطاريه. دي العلامه بتاعت لو في عطل عندك في العربيه. اي عطل عندك في العربيه بتظهر لك العلامه ديت، تعرف ان في عطل ما في العربيه، بتروح تحطها على جهاز الاعطال وبيحدد لك جهاز الاعطال ايه المشكله اللي عندك. دي طبعا كلنا عارفينها، مشهوره جدا، بتاعت الزيت، علامه الزيت. دي لو ظهرت معاك وانت مدور العربيه وماشي، تبطل العربيه فورا وتنزل تشوف فيه ايه. بيبقى ليها اكتر من سبب، ممكن حساس الزيت يكون في مشكله، وممكن تكون في مشكله في الموتور، او عندك بتنزل تقيس الزيت وبتبطلها فورا لو نورت معاك وانت ماشي بالعربيه. دي بتاعت الباور بتاع العربيه، بتاعت الطاره. لو ظهرت معاك وانت ماشي، وانت مدور العربيه وماشي، يبقى في مشكله في الطاره، هتلاقي تقيله، الفيوز بتاعها ضارب، او في مشكله في الكنترول بتاع الباور. ودي زي ما قلنا بتاعت البنزين. اللمض زي ما قلنا ديت، لو دي انا عشان مشغل كونتاكت فهي ظاهره عندي دلوقتي. لو دورت العربيه المفروض بتطفي كلها، مفيش لمض بتبقى شغاله. اللمبه اللي بتشتغل اللي يبقى فيها مشكله، يعني حاجه من دول ظهروا معايا يبقى فيهم مشكله. ان شاء الله هنعمل فيديو مخصص لللمض دي كلها، نشرحها كلها بصفه عامه، بس انا قلت الشيء بالشيء يذكر. واحنا بنشرح العدادات نتكلم عن بعض اللمض اللي بتظهر ديت. يعني واغلب اللمض دي بتظهر عند اغلب الناس. لو الفيديو عجبكم يا ريت تشتركوا معانا في القناه، عشان هتلاقوا كل ما يخص العربيه هنا عندنا في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.